الزوجين الأجمل حيدر عبد الثامر والنجمة سهير صلاح، مساء الخير، حياكم الله. ناخذكم بنسخة ماضية من الهلال، واليوم احنا بالنسخة السابعة. السيدات أولا، هي راح تسولف. مرحبا. شلون هاي تركاية؟ الحمد لله. صراحة المهرجان ما أعرف بعدني هسه دخلت، توك فبعدني مرة ما شايف كاربة. ما شايف الأجواء بعدني، بس أكيد راح يكون حلو مثل كل سنة. نسخة ناضجة هذه السنة، أنضج من اللي قبلها. إن شاء الله إن شاء الله راح ندخل ونشوف الأشياء، وأكيد يعني. مكرر، أنا أخذتكم العام الماضي وكنت تتمنى الفوز للجميع. أنا هالمرة شفت أكو روح فنية إذا صح التعبير، مثل الروح الرياضية. ماكو شخص قال أنا أزعل، أو قال المبارك للكل، بالتالي نتاج للعراق. على شنو؟ هي مثل لعبة كرة قدم، الفوز يعم على الجميع، صح. حتى الخسارة. اليوم أنا جاي أحتفي بأصدقائي اللي راح ياخذون جوائز وأتشرف بهم. بالتالي راح يكون الفنان العراقي، رصيد الفنان العراقي. أكيد. شنو تقول لجمهورك قادمك أعمالك؟ تشتغل ما تشتغل ماكو فرق بالعراق صراحة، يعني الموضوع إذا على جمهورنا، فمع احترامي لكل الناس، اكو ناس جايه بس قاعده ما عندها شغل وعمل، مخليها يمها ماعون مال فواكه تاكل وتعلق سلبي. هذا الموضوع. والناس اللي الايجابيين اللي يحبون الفن ويحبون الحياه ويحبون العراق بشكل عام، نقول لهم نتمنى انه نخلص من هاي النماذج اولا. تعمدت استثني هذا الموضوع لان هذا مو بمقامكم بصراحه. نتمنى يعني هذا شيء نتمنى نخلص من هاي النماذج اولا حتى نرتقي ونقدم فن. الموضوع اصبح انت بكيفك اشتري تعلق، علق ورا 400 600 علقون، واذا انا كرهك ب $500 اسقطك. $500 اي 500,000 هم. اوكي. سهير، انا تعمدت ان اترك هذا الموضوع لان مو بمقامكم بصراحه. احنا اليوم جايين فنانين نحتفي بنجوم العراق. حيدر قال مبارك للجميع وقال امور اخرى، شنو تقولين للجمهور العراقي؟ الجمهور العراقي اقول لهم اني هاي السنه مع الاسف ما كنت موجوده على الشاشه وما شافوني، بس اكيد اليوم حضرت حتى اكيد اشارك الفرحه ويا زملائي، ويا حيدر اشترك باكثر من عمل واكثر من كاركتر، فاني فرحانه بهم. فاليوم اني موجوده بس كجمهوري. ان شاء الله السنين اللي جايه، رمضان اللي جاي، اكيد راح يشوفون اشياء حلوه. اكبر مما اثير. شكرا جزيلا. عدم الرد هذا كلش كافي والله. شكرا جزيلا.